السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، تعود عليكم الأيام بخير. يلا بينا بقى نبدأ نواعم العيد، وهنبدأها ببسكوت المقادير أو بسكوت الإيكا أو بسكوت فرافيرو. كل بلد بتسميه بالاسم اللي هي متعودة عليه. هنعمله بطريقة بسيطة ومقادير غير مكلفة. أنا هعمل 3 كيلو من الدقيق، هنزل عليهم بكيلو من السكر. نزلت بسكر تموين عادي يا جماعة، ما جبت السكر بودرة ولا حاجة. معايا كمان كيلو من السمنة، واستخدمت سمنة روابي. اي نوع سمنة انت حباه. البسكوت يعني بيبقى غير الكحك شوية، ما بيحتاجش سمنة معينة. بس انا صراحة بفضل الروابي، بتدي نسبة نعومية اعلى. هنبدأ بقى نضرب السكر والسمنة كويس جدا لحد ما يتحولوا لكريمة واللون بتاعهم يبيض كده. سواء هنضرب الخليط بتاعنا بالمضرب الكهرباء او المضرب السلك اليدوي، او هنضربهم بايدينا. اهم حاجة نوصل للنتيجة اللي هي في الاخر تبقى لون السمنة والسكر ابيض، ويبقوا كريمة عاملين زي كريم شانتيه كده. زي ما قلت لكم، مش لازما ان انتي تروحي تكلفي نفسك وتجيبي سكر بودرة. ممكن ان انتي تعملي بالسكر اللي زي ما انا عملت كده بعمله، تبقى النتيجة بتاعته جميلة جدا ومرضية. يعني انا صراحة بعمله كده بقالي سنين. بعد ما ضربنا السكر والسمنة كويس جدا، هنجيب بقى معانا البيض. جبت 12 حباية من البيض. دوت بيض من اللي هو الأحمر، بيبقى حجمه كبير شوية. لو احنا هنستخدم بيض بلدي فبنحط 15 بيضة علشان الحجم، لأنه بحجمه صغير شوية عن البيض دوت. معانا كمان 6 من ورق الفانيليا، هننزل بيهم على البيض بتاعنا. كمان معانا عصير ليمونة كاملة. ناخد بالنا يا جماعة ان احنا بنضرب البيض، مش بعد ما نضربه. احنا بنضربه ننزل بالفانيليا والليمون، نضربه معاه كويس جدا علشان يطرد ريحة الزفورة بتاعة البيض وتقلل من ريحته. والليمون كمان على فكرة مش هي يعني محدش اصلا يحس ان فيه ليمون خالص، بس هتحسي بفرق ان البسكوتة بتاعتك مفيهاش الزفارة بتاعة البيض. هنضرب بقى البيض بتاعنا كويس جدا. بعد كده هننزل بالبيض على خليط السمنة والسكر. هننزل ب3 معالق من عصير فروتي برتقان او تذكرة كبيرة. معانا كمان ازازة ريحة برتقان. انا يا جماعة بحب احط كمية مناسبة من الروائح، ما بحبش اكتر، بحيث ان انا بتاكلي بسكوتة مش بتاكلي ريحة. فانا بحط الفروتي دوت كريحة وكطعم كلون. كمان معانا ريحة برتقان لو انت عايزة تغيريها، بس انا عشان هعمله بالبرتقان فحطيت ريحة برتقان. ممكن تستبدليها بريحة جوز الهند لو انتوا حابينها. ريحة الموز والمورد دي حاجة اختيارية. هنضرب بقى المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما تجانسوا ويبقى كريمي مع بعض. وزي ما قلت لكم طريقة الضرب مش هتفرق، سواء مضرب يدوي او سلك او مضرب الكهربي او بايدينا. اهم حاجة في الاخر ان احنا نحول المكونات بتاعتنا للكريمة كده. هنبدأ بقى ننزل بالدقيق بتاعنا بالتدريج، ما ننزلش بيه كمية واحدة. هننزل كمان بورقتين من البيكنج باودر، ونبدأ نشرب الدقيق بتاعنا للخليط البيض والسكر والسمنة. طبعا كده احنا هنشتغل بقى بايدينا، وناخد بالنا ان احنا بنشرب باصابع الايد، مش باللت زي العيش. احنا بنشرب الدقيق الخليط بتاعنا، بنحط الدقيق بتاعنا شوية شوية. كل ما يشربه للعجينة بتاعتنا بنحط كمان شوية. طبعا كمية الدقيق مع البيض مش هتبقى كفاية، لازم نحتاج سائل. فانا هستخدم البرتقال الطبيعي. لو انتوا حابين تجيبوا عصير برتقال من بره عادي، لكن بما اننا دلوقتي لسه البرتقال موجود معانا في السوق، فانا جبت برتقال طبيعي وصفيته في العصارة، محطتش عليه اي مية نهائي، علشان عايزة يبقى البرتقال بتاعي مركز. وكده كده اصلا هو موجود في السوق رخيص، يعني مش غالي.
لو حابين تستبدلوا البرتقان الطبيعي بفانتا برتقان عادي، دي بتنفع ودي بتنفع، بس انا فضلت اجيب برتقان طبيعي. لو حابين كمان تستبدلوا برتقان بعصير المانجا برضو بتبقى النتيجة بتاعته جميلة. دي حاجات اختيارية حسب رغبة اللي هيعمل. يعني انت معاكي تعمليه بعصير برتقان طبيعي، او تعمليه بفانتا برتقان او عصير مانجا، كل الحاجات متاحة معاكي. احنا بس بنقول على الفكرة والمقادير والطريقة بتاعته ازاي، لكن في اختيارات ان احنا نقدر نغيرها عادي. واهم حاجة الروائح بتاعتنا ما تبقاش كتير، علشان ما نحسش ان انتي بتاكلي ريحة، يبقى الريحة بتاعته نفاذة كده مش حلوة. الريحة بتبقى متوسطة، بتبقى حاجة مناسبة كده. هنبدأ بقى ننزل بكمية السائل بتاعنا. انا نزلت بكوباية من عصير البرتقال، ببدأ ان انا الم العجينة بتاعتي. اهم حاجة يا جماعة العجينة في الاخر تبقى متماسكة مع بعضها، ما تبقاش مفرولة قوي، عشان لما اجي اشغلها في المكنة ما يبقاش الصوبع بيتكسر مني، ولا طريها قوي علشان النقشة بتاعة الموز بتاعة المكنة ما تروحش لما اسويه او ادخله الفرن. طبيعي اصلا هو بسكوت ما فيهوش نشادر، ما فيهوش خميرة، فما بيخمرش. هنبدأ بقى ناخد بالنا. انا حطيت كوبايتين من عصير البرتقال، طبعا ده بيتحدد حسب نوع الدقيق وحسب كمية السائل بتاع البيض. بنجرب الاول في حتة عجينة لانها نازلة من المكنة كويسة ما بتتكسرش، كويسة معانا نازلة سلسة كده. فبنشتغل حسينا ان العجينة بتاعتنا بتتكسر ومفرولة، فبنديها سنة سائل حسب ما العجينة تقبل معاكي. طبعا ما بنطريش العجينة كلها، لو كانت ناشفة معانا او مفرولة بنطري حتة صغيرة نجرب فيها، علشان ما نهدرش العجينة بتاعتها كلها. ما شاء الله هو طلع معايا كويس. ما زودتوش اي سوائل تاني بعد الكوبايتين العصير. هبدأ بقى اظبط الفرن بتاعي، بولعه الاول مدة 10 دقايق، واظبط النار بتاعتي وادخله الصينية بتاعتي. ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن، طبعا بسويه تسوية كويسة. واللون التسوية ده يا جماعة بيبقى اختياري، في ناس بتحبه فاتح وفي ناس بتحبه اللون بتاعه يبقى احمر غامق. دي حاجة دي بترجع حسب الذوق والكيفية بتاعتكم. هنبدأ بقى نقطع البسكوت بتاعنا لحد ما نخلص الكمية كلها، واول ما يطلع من الفرن نسيبه يبرد طبعا شوية. بعد كده هنفضي الصواني بتاعتنا ونسيبه يبرد حوالي نص ساعة مش اكتر. ونبدأ بقى نجيب العلب بتاعتنا، وطبعا كل علبة بيبقى جواها كيس او جرادل حسب الحاجة اللي انتوا بتقدموها فيها. هنحطه بقى نحفظه في علبة جواها كيس، وهنقفل عليه كويس جدا علشان ما يتطرش مننا ويتحفظ ويتني مقرمش لاخر بسكوتة. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، وبإذن الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة. والسلام عليكم.